قبل ما تصرف فلوسك على الايفون الجديد اسمع اللي هقوله لك الاول. خلينا نبسطها وهقول لك كام نقطه مهمين جدا في ازاي تتخذ القرار انك تحدث او لا. فمثلا ايه الحاجات القويه جدا اللي تخليك تفكر انك تحدث او لا؟ اول حاجه ومن اهم الحاجات هي مساحه التخزين. انت بتشوف هل المساحه اللي معاك فعلا مكفياك، عندك مساحه، التطبيقات بتفتح تمام، بتحتاج تصور حاجه بيبقى فيه مساحه، ولا انت مفيش مساحه وكل ما تيجي تفتح تطبيق يقول لك لا مفيش مساحه امسح حاجه وتفضل تمسح في الصور وتنقل الصور والموضوع صعب جدا. فمثلا لو ال 128 مكفياك او انت كمان اقل من 128، فاقل مساحه في سلسله ال 17 هي 256 اصلا، فده ممكن يخليك تحدث. او مثلا الكاميرا بتاعتك بتحتاج تصور بالليل، محتاج الوضع الليلي، مثلا محتاج تعمل زوم من غير ما التفاصيل تقل، او محتاج تصور فيديو بدقه اعلى او بفريمات اعلى عشان تعمل سلو موشن، او حتى عايز تقنيه السنتر ستيج والكاميرا السيلفي الجديده الاحسن، او مثلا لو انت بقى فوتوغرافر او فيديوجرافر وانت بقى برو يوزر وعايز كل التقنيات بتاعه الفيلم ميكنج والتصوير السينمائي، الناس اللي بتلون الفيديوهات وبتعدل فيها، فعايز بقى البرو والبرو ماكس عشان تاخد التقنيات الجديده بتاعت الايفون 17. فدي اسباب برضو ممكن تخليك تفكر في التحديث. او حتى البروموشن ال 120 هرتز، لو انت لسه 60 هرتز ودلوقتي عايز تبقى 120 هرتز، التقنيه اللي موجوده دلوقتي حتى في الموبايلات الاقتصاديه، فده سبب برضو. او حتى البطاريه وتقنيات الشحن الجديده، عايز البطاريه تقعد معاك اطول او تتشحن في وقت اسرع، ده سبب طبعا يخليك تحدث. والسبب برضو اللي مهم، لو الاداء اللي معاك مش مناسب ليك او بدات تعمل على الموبايل حاجات محتاجه باور اعلى، فممكن تحدث للايفون 17 عشان يبقى معاك سنين قدام من الاداء القوي. كده قلنا جزء صغير، بس الفيديو كامل موجود على القناه دلوقتي.